بيقابلك ساعات كلمة مختلفة بالإنجليزي ليها نفس المعنى زي famous و infamous وبتحتاج تستخدم أنهي؟ قبل ما أقولك إيه الفرق بينهم مهم جدا تعرف إن في حاجة اسمها denotation وحاجة تانية اسمها connotation. denotation ده المعنى الحرفي للكلمة بدون أي سياق أو ارتباط بموضوع معين، يعني معنى الكلمة في القاموس بالظبط. بالنسبة للconnotation فده بيكون المعنى الضمني للكلمة واللي هو معناها في سياق معين وموضوع معين من وجهة نظر ثقافة أهل اللغة بعيدا عن معناها الحرفي في القاموس. الconnotations بيكون ليهم أنواع كتير بس أغلب الوقت احنا بنركز على 3 وهما المعنى الإيجابي والمعنى السلبي والمعنى المحايد اللي هو مش إيجابي ومش سلبي. يعني مثلا كلمة famous وكلمة well known معناهم مشهور وبيدلوا على فكرة الشهرة نفسها بدون أي معنى إيجابي أو سلبي. بس لو أنت عايز تقول إن حد مشهور بسبب إنه عمل حاجة عظيمة أو حاجة مميزة زي بحث أو كشف طبي أو غيره فممكن تستخدم كلمة renowned. زي مثلا he's a renowned surgeon. ولو عايز تقول إن في شخص مشهور لأسباب سيئة أو إن الشخص ده سيء السمعة فبتقول كلمة infamous. مثلا the infamous criminal eluded capture for years before finally being arrested. وممكن برضه تقول notorious زي مثلا a notorious bandit was finally caught after a long manhunt. لو حابين تعرفوا حاجات أكتر زي كده سيبوا كومنت عشان أعرف إن فيه اهتمام بالموضوع ده وأعمل فيديو تاني عنه. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة ولايك على الفيديو عشان تتابعونا أول بأول.